وسط جميلة. هذا الملعب بالقرب من نهر دجلة يستضيف لقاء مهم جدا. لقاء نمر قيسان أبناء العمارة مع أبناء كربلاء. نادي الكربلائي العميد. طبعا حكام هذا اللقاء حكم يكون لديه ثمر من يكون هذا اللقاء وكرم رحيم يساعده واكرم اسماعيل احد الرابع حيدر عدوان، بينما حكام غرفه الفار واثق محمد ويساعده كرار عبد الكريم. طبعا ملعب الجزء الاوروبي يستضيف هذا اللقاء باعتباره طبعا ملعب نفط ميسان بسبب دخول ملعب نفط ميسان بصراحه الدور الشتويه. تشكيله نادي نفط ميسان نبدا براسه المرمى حسن نجم. خط الدفاع مهند حبيب الاسكندريه لسوالي وتارة محمد سعيد، بينما خط المنتصف علي لطيف محمد سلام على سعد ماثيو اولاتونجي جعفر ناصر، والمهاجم النيجيري اوكيكي هؤلاء. هذه اختيارات المدرب علي عبد الجبار، بينما اختيارات المدرب حسن احمد مدرب نادي كربلاء. عبد العزيز عمار في حراسه المرمى. خط الدفاع صلاح حسن علي صالح محمد وتارة محمد سعد، وطبعا خط المنتصف مصطفى رضا حسين طالب حسن حمزه عبد العباس هلال اوس محمد، والمهاجم عبد القادر طارق عبود. لقاء مهم جدا للفريقين، خاصه الفريقين في الجوله الرابعه حققا الانتصار. نفط ميسان حقق الفوز على فريق الكاف هنا في العاصمه الحاليه بغداد بهدفين. عثمان سالي الغالب على التشكيله الاساسيه لكن متواجد في دكه البدلاء، وايضا اللاعب علي لطيف سجل الهدف الثاني، بينما كربلاء فاز على البناء بهدف عبد القادر طارق. وبالتالي مباراه مهمه جدا للفريقين. ميسان قبل انطلاق هذا اللقاء في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، 3 انتصارات والتعادل الوحيد، سجل الفريق 5 اهداف ودخل مرماه هدف واحد فقط من الدفاعات القويه جدا في دورينا. اكيد مدرب مدافع، وبالتالي طبعا الدفاع متمسك. طبعا هناك هذه اللقطه للسيد عامر الموسوي مدير الفريق وقراءه سوره الفاتحه على روح والدته التي توفت قبل ايام. الحمد لله على كل حال، وانا لله وانا اليه راجعون. مثل ما ذكرت نفط ميسان في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، 3 انتصارات وتعادل، وسجل 5 اهداف ودخل مرماه هدف واحد فقط. يعني ان الفرقه الدفاعيه دفاعها جيد وممتاز جدا. بينما كربلاء في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، الفوز وتعادلين وخساره وحيده، سجل هدفان فقط ودخل مرماه 6 اهداف. وبالتالي كربلاء يبحث نقاط الثلاث، بينما نفط ميسان عينه على الصداره بعد تعثر الشرطه يوم امس امام القاسم هدفين مقابل هدفين. نفط ميسان في رحله البحث عن الصداره، رحله القبض على الصداره في ظهيره هذا اليوم. وهنا بدايه هذا اللقاء، هنا صافره الحكم سيد ثامر تعلن عن بدايه اللقاء. نفط ميسان بالملابس الخضراء والكربلاء بالملابس البيضاء. يحاول الفريقان منذ البدايه، يعني اكيد نفط ميسان سوف يبحث عن هدف مبكر. ونشاهد جماهير الفريقين حاضره هنا في ملعب الكوتا الاولمبي. كان هناك ترحال سواء من رابطه نادي كربلاء او رابطه نادي نفط ميسان، كان هناك اكثر من باص طبعا قدم من كربلاء الى الكوت، ونفس الحال من محافظه ميسان الى الكوت من اجل موازنه وتشجيع الفريقين. اكيد كل مباراه لا يوجد فيها جمهور تكون كالاكل بدون ملح، كالطعام بدون ملح، وبالتالي الجماهير هي ملح كرة القدم، وليس فقط على مستوى كرة القدم، هي ملح الرياضة. وهنا الكرة والابعاد، تشتيت الكرة من دفاعات كربلاء، يحاول محمد سلام في المنتصف، رأسية أوتارا اقرب طبعا المدافع محمد أوتارا. طبعا هناك سوالي أوتارا وهناك محمد أوتارا. سوالي أوتارا مع نفط ميسان
ومحمد أوتارا مع كربلاء، واللاعبان يلعبان في خط الدفاع. خطأ الآن لمصلحة علي لطيف. علي لطيف لديه هدفين، في مرمى القاسم هدف وفي مرمى الكرخ هدف. شاهد الخطأ واضح جدا، الخطأ واضح جدا على حسن حمزة لمصلحة علي لطيف. عبد العزيز عمار حارس مرمى فريق كربلاء، سبق وأن مثل الشرطة والكرخ، والآن مع كربلاء للموسم الثاني. خطأ الآن، من سوف يصوب؟ هل تكون تصويبة باتجاه عبد العزيز عمار؟ نشاهد لاعبين نفط ميسان. ماثيو أولاتانجي، هل هو من سوف يصوب؟ لا، هنا التصويبة، وعبد العزيز عمار ممتاز، ممتازة من عبد العزيز عمار، ويتكلم مع جدار. لم يصوب أولاتانجي، وإنما سواليو الذي صوب الكرة. ركنية أولى لمصلحة فريق نفط ميسان، يضغط نفط ميسان منذ البداية، يبحث هنا جعفر ناصر. جعفر ناصر لعب الكرة العرضية الخطيرة، هنا الرأسية، مرت من يولي في مرة أولى، ومن ثم الرأسية من قبل اللاعب علاء سعد، وذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق كربلاء. هذا علي لطيف، وهنا رأسية، نعم الرأسية كانت من علاء سعد وليس من علي لطيف يا سيد المخرج، وبالتالي إلى الخارج ركلة مرمى. فريق نفط ميسان مثل ما ذكرت بانطلاق هذا اللقاء سوف يسعى لتسجيل هدف مبكر، أكيد يريد منذ البداية يسجل هدف مبكر. فريق كربلاء هنا خطأ على فريق كربلاء من اللاعب محمد سعد. شاهد هنا اللقطة المشتركة ما بين محمد وأيضا اللاعب محمد الآخر، أو نعم ما بين محمد سعيد ومحمد سعد. كرة الآن سوالي أوتارا، فريق نفط ميسان يعني 4 دقائق أولى هو الذي يسيطر على المباراة. تمريرة طويلة من الكسندر يولي، يحاول أوكيكي، وعبد العزيز عمار انتظر الكرة ترتطم بالأرض ومن ثم مسكها. كرة طويلة الكسندر يولي بالراس، ابعاد لاعب الإفواري القادم من نادي الحدود. وهنا مصطفى يحاول المرور، يرتدي رقم 8، في الموسم الماضي كان يرتدي رقم 16. هنا تمريرة جميلة محمد سعد، عرضية أرضية، لكن ابعاد للكرة. كرة لعبها داخل منطقة زال، لعب محمد سعد لكن تصل سهلة الكسندر يولي. حاول سوالي أوتارا إلى الكسندر يولي، تمريرات قصيرة سهلة لمصلحة فريق نفط ميسان. 14 لقاء سابق ما بين الفريقين، 13 لقاء بالدوري، ولقاء وحيد في طبعا بطولة كأس العراق موسم 22-23، وكان الفوز لنادي نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد هناك في ملعب ميسان. 5 دقائق مرت أحبة المشاهدين. حسن أحمد الموسم الماضي مع الميناء، هذا الموسم مع كربلاء، أجل مهمة تدريبية أخرى. طبعا سبق وأن درب منتخباتنا الوطنية على مستوى الفئات العمرية. كرة إلى الخارج مرة أخرى، رمية جانبية. شاهد يعني المباراة الآن هدأت تماما. هذا هو محمد سعد، علي عبد الجبار مدرب فريق نفط ميسان الذي يبحث اليوم عن الصدارة من أجل صدارة الدوري العراقي بعد مرور 5 جولات. تعثر فريق الشرطة يوم أمس أمام القاسم، أعطى الأفضلية لفريق نفط ميسان في الصدارة، يفضل الشراكة مع الشرطة، لكن يعني ما زالت المباراة في بدايتها، ويلعب أمام فريق كربلاء، فريق ممتاز، وأيضا قدم مباراة ممتازة أمام فريق الميناء. وهنا تمريرة في جهة اليمين، يحاول الحاق بالكرة مهند حبيب القادم من النادي البحري، لكن لم تصل إليه، ومن ثم قطع الكرة من الكسندر يولي إلى الخارج، رمية جانبية.
هذا حسين طالب. رمية جانبية محمد سعد على لعب الرمية الجانبية. يحاول فريق كربلاء أن يدخل أجواء اللقاء، لكن لغاية الآن فريق كربلاء لم يصل إلى مرمى فريق نفط ميسان، عكس فريق نفط ميسان اللي تحصل على ركنية وأيضا تصويبة أبعدها عبد العزيز عمار. أوتالانجي بروح رياضية يطلب من محمد سعيد لعب الكرة للخارج، وهنا الآن الحكم هو من يوقف اللعب من أجل التأكد من سلامة لاعب نادي كربلاء. شاهد هنا عبد القادر طارق مهاجم فريق كربلاء اللي سجل هدف الفوز في مرمى الميناء. فريق كربلاء يلعب مباراته الثانية خارج ملعبه، لعب 3 مباريات داخل ملعبه ومباراة خارج ملعبه. اسقاط كرة، نعود نستلف اللقاء من جديد احبتي المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي. نفط ميسان وكربلاء هنا في ملعب الكوتا الاولمبي ضمن مباراة الدور الخامس من دوري نجوم العراق للمحترفين موسم 24-25. تنافس كبير سواء على الصدارة أو في طبعا مناطق الوسط. هنا مرور وتمريرة، لكن تمريرة لم تصل، عادت لمصلحة فريق كربلاء البحث عن الهجوم المرتد سريع. حسن حمزة إلى اللاعب صلاح حسن وقطع بالرأس من الكسندر يولي. من جديد أوتارا أيضا تشتيت للكرة، وصلت لحسين طالب إلى حسن حمزة لكن قطعت الكرة. هنا التمريرة لأوفولابي لكن قطعت من أوتارا. صلاح حسن من جديد، أيضا جعفر ناصر افتك الكرة إلى أوكيكي. هل هناك تصويب؟ هل هناك تصويب من علي لطيف؟ لكن ضعيف وعادت من جديد، وعلى سعد يصوب بعيدة جدا بعيدة جدا. هنا التصويبة كانت من اللاعب محمد سلام. حاول محمد سلام لاعب الخبرة قادم نادي الكهرباء، سبق واللعب طلبه أمارة بغداد، نفط البصرة والنفط. مشوار طويل محمد سلام. هنا شاهد حاول في مرة أولى علي لطيف وفي مرة ثانية محمد سلام، لكن تصويبة محمد سلام بعيدة جدا على مرمى عبد العزيز عمار. هنا اللقطة المشتركة ما بين حسن حمزة ومحمد سلام. كان هناك خطأ، حكم قريب جدا طبعا الدولي زيد ثامر في 3 مباريات أشهر 30 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء، وأيضا البطاقات الحمراء كانت 6، لكن من ضمن البطاقات الحمراء كانت طبعا لإداريين. هنا ركلة المرمى عبد العزيز عمار طويلة جدا باتجاه عبد القادر طارق. الكسندر يولي يلعب الكرة إلى الخارج رمية جانبية. 10 دقائق مرت لغاية الآن المباراة، ليس بذلك الأداء الكبير والممتع. تلعب رمية جانبية، يحاول مصطفى راضي ولكن خطأ نعم واضح جدا. اليد مرفوعة وليس بالوجه، واضحة جدا يا علاء سعد. أنا هنا من الاستوديو شاهدت اللقطة، لا داعي للاعتراض. نعم واضحة جدا بيد اللاعب، يعني شاهد واضحة جدا بيد اللاعب، بالتالي خطأ لمصلحة فريق كربلاء. مصطفى راضي موسم آخر مع فريق كربلاء، سبق واللعبة مع نادي الصناعة على تنفيذ الخطأ. توجيهات زيد ثامر للاعبي الفريقين. مصطفى راضي يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية والإبعاد، رأسية الإبعاد جعفر ناصر، لكن قطعت الكرة. يولي وطالت عليه، طالت على الكسندر يولي من سواليا. الثنائي فواري في دفاع فريق نفط ميسان. مصطفى راضي والخطأ
هناك دفع لمصلحة هذا اللاعب مصطفى. شاهد هنا الإعادة، والدفع واضح كان من اللاعب علاء سعد على مصطفى راضي. خطأ آخر لمصلحة فريق كربلاء، يلعب الخطأ، قطعت الكرة الكسندر يولي. مباراة لغاية الآن هادئة تماما، لا وجود للعب المثير، لا وجود للإثارة الندية للحماس. شاهد فريق نفط ميسان يلعب الكرة بهدوء وتمريرات من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين ليرد الاستعجال. ماثيو، سواليو ولا ماثيو من جديد، يحاول محمد سلام. شاهد كم تمريرة بنفس المكان، كم تمريرة بنفس المكان، يعني لو حسبنا التمريرات نصل إلى 10 12 تمريرة يعني بنفس المكان. يعني شاهد من الجانب إلى الخلف. الآن التمريرة الأمامية قطعت من صلاح حسن هنا بالرأس، يحاول حسن حمزة من جديد. سواليو إلى جعفر ناصر، لكن قطعت من صلاح حسن. كرة عالية يلحق بها قبل أن تخرج الكرة. الكسندر يولي. شاهد ماثيو تلنجي، تمريرة وصلت لعلي لطيف إلى علاء سعد. علاء سعد تمريرة من جهة اليمين، وهنا الكرة العرضية من مهند حبيب. كرة العرضية من مهند حبيب الذي يلعب اليوم أساسيا بسبب غياب مدافع اليمين مصطفى محمد. نعم، غيابات نفط ميسان مرتضى قصاد ومصطفى محمد وعباس فاضل بسبب الإصابة، وغيابات نادي كربلاء نور المصطفى وأحمد الوجيه اللاعب اليمني أيضا بسبب الإصابة. وركنية الآن علاء سعد على تنفيذ الركلة الركنية، تلعب قصيرة، يبحث الآن عن كرة عالية داخل منطقة الجزاء من علاء سعد، يلعب الكرة العالية، وهنا الرأسية من الكسندر يولي، لكن الكسندر يولي على يبدو كان في موقف تسلل. هل كان هناك تسلل على الكسندر يولي؟ شاهد هنا الإعادة، الكرة العالية من علاء سعد ورأسية الكسندر يولي بعيدة تماما عن مرمى فريق كربلاء. شاهد يعني قفز على الكرة ولعب الكرة بالرأس، ولا وجود للمضايقة من قبل دفاعات فريق كربلاء. يعني دفاعات فريق كربلاء كرة الآن لمصطفى فريق كربلاء. هنا تصويبة من مصطفى راضي، لكن تصويبة بعيدة جدا. يعني تصويبة مصطفى راضي تبين حالة الأداء، يعني الأداء لغاية الآن ليس بذلك الأداء الكبير. يعني بعد مرور ربع ساعة الأداء يعني وسط أو أقل من الوسط، يعني هجمات قليلة جدا. يعني شاهدنا هجمة خطيرة لمصلحة نفط ميسان، لكن كانت عن طريق كرة ثابتة. هنا التمريرة على سعد إلى جعفر ناصر، القصير المكير جعفر ناصر، لكن قطعت، عادت إلى ماثيو إلى مهند حبيب. الكسندر يولي، تمريرات قصيرة لمصلحة فريق نفط ميسان. يبحث نفط ميسان عن الهجوم المنظم، الهجوم المركز، من أجل عدم إضاعة الكرة وعدم التسرع بلعب الكرات إلى الأمام. نعم، يأخذ وقته بالكامل بالتحضير حتى يلعب الكرة الأمامية. جعفر ناصر لمحمد سعيد، من جديد إلى جعفر ناصر. شاهد تمريرات علاء سعد إلى أوتارا، سوالي أوتارا إلى علي لطيف، علي إلى جعفر ناصر إلى محمد سعيد يلعب الكرة العرضية. هنا رأسية أوكيكي، لكن قطعت، عادت لحسين طالب، يحاول المرور، مر من الأول والثاني، ومرر تمريرة جميلة إلى مصطفى راضي قبل أن تخرج، لكن يطلب الهدوء مصطفى راضي. هنا الآن تمريرة هناك في جهة اليسار، الكسندر يولي أبعدها من أمام حسين طالب بصورة جميلة، عادت من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان. هجمة سريعة، حسين طالب مر من الأول والثاني، ومن ثم تمرير مصطفى راضي، لكن مصطفى راضي هدأ الكرة ولم يمرر. كان بالإمكان
أن يعود ويمرر لحسين طالب المنطلق هناك من جهة اليسار، لكن فضل الهدوء. محمد سلام إلى سواليو تارا، سواليو، جعفر ناصر إلى سواليو من جديد في المنتصف إلى ماثيو تولنجي اللاعب النيجيري، إلى ألكسندر يولي، يطلب الهدوء ألكسندر يولي، لا يريد الاستعجال. نعم، الحيازة والاستحواذ على الكرة وعدم التسرع. هنا محمد سعيد إلى علي لطيف، علي لطيف إلى مهند حبيب الذي صنع الهدف الثاني في مباراة القاسم هناك في ملعب كربلاء. عادت من جديد مصعد نفط ميسان، تمريرة إلى ماثيو لم تصل على سعد، أقرب للكرة لكن افتكاك للكرة. هنا البحث عن تصويبة، كرة خطيرة لمصلحة فريق نفط ميسان عن طريق مهند حبيب المتقدم بهذه اللقطة. سدد كرة مرت من جانب القائم الأيسر للحارس عبد العزيز عمار. نعم، تصويبة قوية لكن ذهبت إلى الخارج. حاول مهند حبيب أن يصوب بيسراه لكن كرة ذهبت إلى الخارج. نفط ميسان أفضل، نفط ميسان أكثر وصولا للمرمى، لكن ما زال التعادل السلبي ما بين الفريقين. لم نشاهد تعادل سلبي في المباريات الثلاثة التي لعبت يوم أمس. الحدود خسر أمام النفط 0-1، نفط البصرة في ملعبه في ميدانه خسر أمام القرب 0-5، والشرطة والقاسم تعادل هدفين. مباراة جميلة كانت ما بين الفريقين. يحاول سواليو، جعفر ناصر، ألكسندر يولي، تمريرات كثيرة وعديدة لفريق نفط ميسان. نعم، عدم الاستعجال. هنا جعفر ناصر يمرر الكرة لمحمد سلام، إلى ماثيو تلنجي، إلى ألكسندر يولي. شأن التمريرات لمصلحة فريق نفط ميسان من اليسار لليمين. استحواذ كبير على الكرة. أتولنجي تمريرة إلى علاء سعد هناك من جهة اليسار. علاء سعد لم يسيطر على الكرة وذهبت إلى الخارج. ذهبت الكرة إلى الخارج، رمية جانبية. رمية جانبية، 20 دقيقة مرت أحبة المشاهدين، والتعادل السلبي حاضر لغاية الآن. حتى المباراة ليس بتلك المباراة الكبيرة، يعني توقعنا الأداء أفضل، يعني عطفا على آخر مباراة للفريقين. نفط ميسان قدم مباراة كبيرة أمام الكرك وفاز بثنائية، وكربلاء نفس الحال أيضا قدم مباراة ممتازة أمام الميناء وفاز بهدف سجله عبد القادر طارق في الدقيقة 8 من عمر اللقاء. خطأ الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. هل نشاهد الخطورة عن طريق الكرات الثابتة كما شاهدناها في تصويبة محمد سعيد؟ هنا الآن على سعد يلعب الكرة لكن ابعاد من اللاعب محمد سعد الواضح على الصورة. بعد الكرة للخارج، رمية جانبية. ما زالت الكرة بحوزة لاعبي فريق نفط ميسان. مهند حبيب يلعبها على طريقة الركلة الركنية. مهند يلعب الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء، وهنا الابعاد ممتاز من علي صالح الكابتن. من جديد مصلحة نفط ميسان، هل كان في موقف التسلل على سعد؟ لم يكن متسلل. وهنا الكرة العالية والابعاد، حاول، نعم تسلل الآن على الآن الحكم المساعد الثاني أكرم إسماعيل يشير بوجود حالة تسلل على سعد.
ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق كربلاء. عبد العزيز عمار على لعب ركلة، على لعب الركلة طبعا الحرة الغير مباشرة، الكرة العالية. حسين طالب يحاول يسيطر على الكرة من امام مهند حبيب، لكن قطعت الكرة، عادت لعلاء سعد. علاء سعد من امام مصطفى راضي، مر تقدم علاء، انطلق علاء يحاول المرور لكن طالت وقطعت الكرة. حسن الى صلاح، حسن صلاح بالكرة الامامية، لكن سوالي اوتارا قطع الكرة للخارج، رمية جانبية. هو سوالي اوتارا رمية جانبية. صلاح حسن على لعب الرمية الجانبية. صلاح حسن ياخذ وقته بالكامل قبل لعب الرمية الجانبية. عادت مصلحة فريق كربلاء، يحاول لكن قطعت الكرة. نفض ميسان، جعفر ناصر الى اوكيكي، لم تصل لاوكيكي. عادت الكربلاء من جديد، البحث عن تصويب مسافة بعيدة لكن اصطدت من جديد. مصطفى راضي صوب الكرة، محاولة جيدة من مصطفى راضي، أولى محاولات فريق كربلاء في الدقيقة 24 من عمر هذا اللقاء من مصطفى راضي. بعد كرة أولى من أوس محمد ارتدت، وصلت إلى مصطفى راضي الذي صوب الكرة لكن ذهبت إلى الخارج، ركلة مرمى. نعم، تصويبة قوية لكن خارج المرمى. حاول مصطفى راضي، حاول لمصلحة فريق كربلاء، محاولة غير ناجحة. رمية جانبية أخرى لمصلحة فريق كربلاء، الذي يبحث عن تشكيل الخطورة على مرمى فريق نفض ميسان. علي عبد الجبار دائما التوجيه للاعبيه، وأيضا نفس الحالة على اللاعب حسن أحمد. السلامة لسوالي أوتارا، جدد لموسم آخر مع فريق نفض ميسان بعد الكرة المشتركة الأخيرة هنا مع عبد القادر طارق. قادر طارق من المهاجمين المشاكسين. بالسلامة لسوالي أوتارا. كلام ونقاش ما بين اللاعب حسن حمزة وعبد العباس أو اللاعب أوس. تلعب الكرة، قطعت محمد سعيد، جعفر ناصر، تمريرة جميلة من جعفر إلى علي لطيف، مهارة جميلة وسيطر على الكرة وتخلص من أكثر من لاعب ومرر إلى ماثيو هناك في أقصى جهة اليمين إلى مهند حبيب، إلى علاء سعد إلى ماثيو من جديد. تمريرات يحاول فريق نفض ميسان من جهة اليمين. الآن محمد سلام، كرة العالية والإبعاد ممتاز من صلاح حسن، تغطية دفاعية خلف قلبي الدفاع من جديد. عدد مصلحة فريق نفض ميسان، يحاول المرور على سعد، لا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا وفي زاوية ممتازة، زاوية رؤية. هنا البحث الآن عن الهجوم المرتد عن طريق فريق كربلاء لكن تأخر كثيرا. الآن التمريرة لا وجود للتسلل لمصلحة فريق كربلاء. عادت لعبد القادر طارق المتراجع للخلف. عبد القادر حاول فريق كربلاء الآن الحياز والاستحواذ على الكرة خلال هذه التمريرات، لكن هذه تمريرة طويلة باتجاه حسين طالب، الرأسية لم ينجح بإبعاد الكسندر يولي وتصل سهلا للحارس حسن نجم. 9 مواسم حسن نجم مع فريق نفض ميسان. رغم قلة الجماهير المتواجدة في ملعب الكوتو الأولمبي الذي يتسع إلى 20 متفرج، لكن نسمع صيحات وتشجيع للجماهير، يعني سواء كان لمشجعي كربلاء
أو مشجعي نفط ميسان. محمد سعيد على لعب الرمية الجانبية، لعب الرمية الجانبية محمد سعيد، وهنا الإبعاد، هنا الإبعاد، وعلى ما يبدو لمست، نعم عدا علي صالح، لكن على ما يبدو لمست لاعب فريق نفط ميسان إلى الخارج، رمية ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة فريق كربلاء. عبيد الكربلائي أمام فرسان المملكة. ياسين طالب لاعب فريق كربلاء، خادم نادي النجف من الرأسية والإبعاد. هذا محمد سلام من الخارج، رمي جانبي تلعب من صلاح حسن اتجاه عبد القادر، لكن ايضا قطعت محمد سعيد من الرأسية عبد العباس اياد، وصلت الى الكسندر يولي، اوتارا هناك لمهند حبيب، لعلاء سعد، يحاول علاء سعد لكن هناك خطأ على مصطفى راضي لمصلحة علاء سعد. مباراة هادئة تماما، هادئة تماما المباراة، كأنك تشاهد حصة تدريبية ما بين الفريقين، مع وجود تلك الخطورة الكبيرة والهجمات الخطيرة على المرميين. صلاح حسن دائما الغلبة المدافعين بهكذا كرات. عاد من أوس محمد، رمية جانبية أخرى لمصلحة فريق نفط ميسان. محمد سعيد، زي ثابت يطلب محمد سعيد يلعب الكرة من مكان خروجها، يلعبها على طريقة الركلة الركنية راسية توكيكي، خروج ممتاز من عبد العزيز عمار من أعلى نقطة، يمسك الكرة عبد العزيز عمار، هذا هو اوكيكي أبو لابي، عبد العزيز عمار يلعب الكرة العالية رأسية من سوالي اوتارا، جعفر ناصر يحاول التخلص لكن طالت عليه، عادت، وهنا خطأ، خطأ واضح جدا، تدخل من محمد سلام، تدخل قوي محمد سلام على اللاعب حسن حمزة. هنا تنبيه من الحكم الدولي زيد ثامر على اللاعب محمد سلام، شاهد تدخل قوي كان يستحق البطاقة الصفراء. هذا التدخل من الخلف، حكم اللقاء كان قريب جدا ولم يعطي العقوبة الإدارية، فقط اكتفى بالعقوبة الفنية. نادي نفط ميسان لديه الأفضلية التاريخية على مستوى المواجهات ما بين الفريقين. نفط ميسان فاز في 6 مباريات 5 منها في ملعبه، وسجل نفط ميسان في مواجهات الفريقين 17 هدف، 12 هدف منها هنا في ملعبه. فقط مباراة واحدة نفط ميسان لم يستطيع التسجيل فيها هنا في ملعبه، هي كانت مباراة واحدة أقيمت في ملعب ميسان طبعا موسم 2009-2010، وانتهت بالتعادل السلبي. جانب من جماهير نفط ميسان القادم من العمارة، قادم من ميسان من أجل مؤازرة فرسان المملكة. ونادي كربلاء حقق انتصار وحيد فقط في مواجهات الفريقين، 14 لقاء سابق فقط كربلاء حقق لقب واحد. تلعب الآن الكرة داخل منطقة من الرأسية عكسية، هنا الرأسية عكسية، مصطفى راضي طالت عليه، كرة خطيرة، كاد كربلاء أن يتقدم بنتيجة عن طريق النيران الصديقة، لكن العارضة وقفت مع حسن نجم. من جديد هنا المحاولة نفط ميسان، أي كرة خطيرة، أي كرة خطيرة لمصلحة نفط ميسان بعد لعب الكرة الثابتة، ودفاعات نفط ميسان كادت أن تسجل في مرماها لولا العارضة كانت موجودة ويقظة. نعم، كان
كأن العارضة لبست قفاز حسن نجم وأبعدت الكرة. الكل توقع أن الكرة خلاص ذهبت إلى الشباك، لكن كأن العارضة لبست القفاز وأبعدت الكرة. على العموم أوكيكي لمصلحة فريق نفط ميسان. المباراة الآن تتحرك بعد هذه الكرة. أوكيكي من جديد، أفولابي يحاول الآن، ماثيو أوتالنجي نيجيري إلى محمد يلعب الكرة العالية من الإبعاد، من طبعا دفاعات فريق كربلاء. عاد من محمد سعد ويتحصل على خطأ من أمام علاء سعد. شاهد هنا الإعادة. ألكسندر يولي الذي أراد أن يضع الكرة في مرمى فريقه، لكن العارضة من الرأسية. حسن طالب والكرة الخطيرة، لكن ابعاد ممتاز. كرة خطيرة لمصلحة فريق كربلاء، لكن ابعاد في اللحظة الأخيرة. عاد الهجوم الآن لمصلحة نفط ميسان. تمريرة من علي لطيف إلى أوكيكي يعمل الكرة العرضية. علي لطيف ترك الكرة بصورة جميلة، لكن متابعة ممتازة من علي صالح. الآن بدأت المباراة يعني يرتفع مستواها شيء فشيء. الرتم الآن أسرع أجمل. شاهد هجمة هنا هجمة هناك. نتكلم عن الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، آخر 10 دقائق. هل نشاهد هدف من الرأسية والابعاد من سوالي أوتارا. جعفر ناصر لم تصل الكرة له، قطعت من صلاح حسن، يحاول مرور صلاح، لا وجود للخطأ من أمام محمد سلام. محمد سعيد، ماثيو حاول فريق نفط ميسان سجل 5 أهداف، 3 أهداف في الشوط الثاني وهدفين في الشوط الأول، يعني أفضلية تسجيل له في الشوط الثاني، بينما كربلاء سجل هدفين، وهدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني. شاهدنا العادة اللقطة المشتركة ما بين محمد سلام وصلاح حسن. ماذا هناك؟ عبد القادر طارق تكلم مع اللاعبين. السلام عبد القادر طارق اللي يتعرض الآن للإصابة، لاعب مهم جدا، لاعب مهم جدا في خط المقدمة. قادر طارق هل يعاني من إصابة في العضلة الخلفية؟ السلام عبد القادر طارق طبعا أيضا عثمان الذي عبد القادر طارق أخذ اللاعب الأفضل في الأسبوع الرابع من دورينا، وأيضا اللاعب الأفضل عثمان ساني بالنسبة لنادي نفط ميسان خلال مباراة الكرخ الذي يبدأ المباراة من على دكة البدلاء طبعا بسبب عدم جاهزيته، لديه إصابة بالعضلة الخلفية وبالتالي عدم جاهزيته لعثمان ساني. والآن عبد القادر طارق ينقل الثدي خارج الملعب بالسلامة. هل يستطيع إكمال هذا اللقاء أم شاهد الإعادة؟ لقطة الارتقاء ومن ثم الإصابة. نشاهد تبديل الآن، تبديل اضطراري بالنسبة لفريق كربلاء. ماثيو تمريرة وصلت لعلي لطيف إلى ماثيو من جديد، يحاول فريق نفط ميسان هنا الابعاد من محمد أوتارا، وصلت لعلاء سعد لكن قطع الكرة من محمد سعد.
من جديد وهناك خطأ. هناك خطأ لمصلحة فريق كربلاء. حاول فريق كربلاء. هل هناك تبديل؟ نعم تبديل. يأخذ اللاعب مشتاق طالب بديل عبد القادر طارق الذي خرج بسبب الإصابة. مشتاق طالب رقم 10. يحاول الآن مصطفى راضي. الكرة العالية يحاول لكن مرت مرت الكرة من أمام اللاعب أوس محمد وتعود لمصلحة نفط ميسان يحاول الآن هناك من جهة اليمين على سعد انطلق لعب مهند حبيب لعب الكرة قطع حسين طالب عادت من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان وأيضا الكرة كرات خاطئة كثيرة من الفريقين سواء من نفط ميسان أو من فريق كربلاء. أيضا الكرات إلى الخارج أيضا عديدة من جماهير نفط ميسان التي تؤازر وتشجع بحثا عن الصدارة. هل تعود اليوم هذه الجماهير فرحانة لميسان للعمارة وهي متصدرة الدوري؟ هل تتصدر الدوري ب13 نقطة بفارق نقطتين على الشرطة؟ حتى التعادل لغاية الآن هي مع الشرطة بالصدارة بنفس الرصيد. نتكلم عن النتيجة الآنية، النتيجة الحالية. نفط ميسان يعرفون تماما إذا ما فاز سوف يذهبون إلى الصدارة. أكيد بداية جيدة متميزة من لاعبي علي عبد الجبار. ألكسندر يولي تشتيت للكرة عالية باتجاه على سعد. 5 دقائق أخيرة من الوقت الأصلي من الشوط الأول. هنا يحاول محمد سعد لكن قطعت الكرة. مهند حبيب تمريرة البحث عن علي لطيف إلى ألكسندر يولي. سواليو أوتارا يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام. محمد سعيد يحاول المرور لكن قطعت من أوس عادت إلى حسن حمزة تمريرة لم تصل. كرات كثيرة خاطئة من الفريقين. نتكلم عن الشوط الأول. فاصل مهاري جميل من علي لطيف. محمد سلام لعلاء سعد أيضا فقد الكرة. محمد سعد إلى مصطفى راضي لمحمد سعد. محمد هل يهيئ كرة لأوس. وصلت الكرة لأوس. أوس يحاول المرور مرر إلى مصطفى. حاول فريق كربلاء وضغط من لاعبي فريق نفط ميسان على لاعبي فريق كربلاء. عبد العزيز عمار يلعب الكرة الطويلة الرأسية من ألكسندر يولي. سوالي أوتارا والإبعاد من محمد سعيد. خطأ الآن لجعفر ناصر. عثمان ثاني. هل أثر على فريق نفط ميسان من الناحية الهجومية؟ أكيد غيابه مؤثر. لاعب مهم جدا في الفريق من الناحية الهجومية. عثمان ثاني لاعب النيجيري غير جاهز بسبب الإصابة. هل نشاهده في الشوط الثاني؟ على سعد إلى سوالي أوتارا. سوالي إلى جعفر ناصر. حاول سندريولي إلى أوكيكي لكن قطعت الكرة ممتازة من حسين طالب قطع الكرة في اللحظة المناسبة. الكرة العالية بالرأس من ماثيو. من جديد من يولي إلى ماثيو يحاول قطعت الكرة من لاعبي فريق كربلاء. البحث عن الهجوم المرتد. تمرير أمامي لأوس محمد لكن أوتارا موجود. عادت لأوس من جديد. أوس إلى مشتاق طالب وهناك خطأ
على اللاعب مشتاق طالب بسبب لمس الكرة باليد من مشتاق طالب. زيد ثامر اغتصب الخطأ على مشتاق وليس على اللاعب سوالي وتارا. شاهد الإعادة. هل كان هناك خطأ أم لا في هذه اللقطة؟ أوكيكي يلعبها لعلي لطيف، لا أوكيكي من جديد. أوكيكي أيضا تمريرة خاطئة. حسن حمزة البعد على الهجوم المرتد السريع، يحاول تعود سريعا الكرة لمصلحة فريق نمط ميسان. شوط أول غير ملبي للطموح، أتوقع أن المباراة تكون أفضل، أن يكون الشوط أكثر ندية أكثر إثارة، لكن شوط أول سلبي النتيجة والأداء ليس بذلك الأداء الكبير. سوالي أوتارا إلى أوكيكي. أوكيكي وقطعت الكرة من أمام أوكيكي، من أمام اللاعب علي صالح القائد والكابتن. تقدم لاعبي فريق نمط ميسان للأمام. الدقيقة الأخيرة أحبتي المشاهدين، رمية جانبية، رمية جانبية. دخلنا الدقيقة رقم 45 تلعب رمية جانبية هنا الرأسية داخل مجزاء بعد عن التسديد، لكن عادت إلى ماثيو. ماثيو سدد ماثيو والكرة الخارج، كرة بعيدة جدا إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول اللاعب ماثيو أولاتونجي اللاعب النيجيري، لكن تسديدته إلى الخارج وركلة مرمى لدى هذا الحارس، حارس مرمى كربلاء عبد العزيز عمار، لم يختبر كثيرا. ملعب الكوت تحفة جميلة جدا. كثيرة هي الملاعب الجميلة. ملعب الكوت إحدى هذه الملاعب 29,000 متفرج، تم افتتاح عام 2018 قبل 6 سنوات. كرة الآن على سعد محمد سلام، كم الوقت الذي سوف يضيفه زيد ثامر. كرة العالية وهنا الخطيرة وهنا الإبعاد، إبعاد ماثيو يحاول السيطرة على الكرة، وصلت بالأخير إلى مهند حبيب. كرة هناك من جهة اليمين 3 دقائق وقت محتسب بدأ عن الضائع. سيطر عليها محمد أوتارا، الكرة العالية مهند حبيب بالرأس وإلى الخارج، إلى الخارج. وهناك خطأ لمصلحة حسين طالب، خطأ لمصلحة حسين طالب. شاهد هنا الإعادة، الخطأ الواضح على اللاعب على سعد. خطأ تم احتساب رمية جانبية، لا رمية جانبية، رمية جانبية وليس خطأ. محمد سعد رمية جانبية أقرب له سواليو حسن نجم. كرة العالية بالرأس إلى ماثيو. الدقيقة الثانية الوقت المحتسب بدل عن الضائع. تمريرة أمامية للخارج، إلى الخارج، رمية جانبية. شاهد علي عبد الجبار يطلب إحضار الكرة سريعا. صلاح حسن على لعب الرمية الجانبية، صلاح حسن هنا الرأسية، سندريولي، وخطأ على وسام محمد، وخطأ على لاعب مشتاق طالب لاعب البديل. موسم آخر مع فريق كربلاء.
هناك دفع بالظهر، نعم دفع واضح، دفع واضح وخطأ. السلامة، لاعبين فريقين ساقطين على أرض الملعب. بالسلامة أوكيكي، هنا الإعادة واللقطة المشتركة ما بين أوكيكي وعلي صالح، ما بين قائد فريق كربلاء ومهاجم نادي نفط ميسان. خلاص 3 دقائق انتهت، 3 دقائق التي احتسبت كوقت مضاف على عمر الشوط الأول الذي على ما يبدو سوف ينتهي سلبي النتيجة. نعم، والأداء ليس بذلك الأداء الكبير، نتمنى الأمور تتحسن في الشوط الثاني على الأقل، نشاهد أهداف، نشاهد أداء أفضل. نشاهد ملعب الكوت ومدينة الكوت، مدينة الكوت الجميلة، ملعب جميل، أكثر من ملعب بجانبه، وأيضا هناك قاعة متعددة الأغراض. روعة روعة منظر الملعب، والأروع منظر نهر دجلة. بالسلامة لاعبي الفريقين أوكيكي وعلي صالح. هو علي صالح يتأكد الكادر الطبي لفريق كربلاء، سلامة اللاعب. أوكيكي أيضا يعني يجب اللاعبان يخرجا، وذلك طبعا يعني القانون واضح جدا، اللاعب الذي طبعا يتم إسعافه وتقديم الخدمات الطبية داخل الملعب يجب أن يخرج ومن سوف ومن ثم يعود إلى طبعا أرضية الملعب من جديد. وهنا صافرة الحكم زيد ثامر تنهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. أحبة المشاهدين لا تذهبوا بعد استراحة قصيرة نعود إليكم مجددا. محمود خضير لاعب الحدود السابق اللي انتقل من الحدود، لعب للرمادي، لعب للحدود، وانتقل من الحدود هذا الموسم للقرمة. محاولة الآن، كرة خطيرة تلعب، جول محمد مزهر يسجل أول أهداف المباراة بكرة جميلة بالدقيقة 4 من عمر المباراة. محمد مزهر يسجل أول الأهداف بالدقيقة 4، يعلو التصفيق والتشجيع في مدرجات الملعب بعد هذا الهدف، واحد من أجمل الأهداف. محمد مزهر اللي لعب 78 دقيقة فقط في مباراتين، 33 دقيقة أمام الشرطة و45 دقيقة أمام النفط، واللاعب اللي لعب مباراتين دوليتين، الأولى أمام الأردن والأخيرة أمام أوزبكستان عام 2020 بعد أن استدعاه كاتانيش. كرة هيئت على طبق من ذهب ويسارية جميلة تمر على يمين الحارس مصطفى طارق، يسجل من خلالها أول أهداف المباراة، أول أهداف. والآن هذا أسرع حدث في دورينا، أسرع حدث قبل أن تنطلق هذه المباراة كان في شباك القرمة، سجل جابرييل لاعب النفط بالدقيقة 6 و21 جزء من الثانية في مباراة النفط والقرمة. وعرضية ملعوبة، داكوستا، جول! الله! كرة ولا أروع ولا أجمل، يسجل من خلال هدف التعادل داكوستا.
داكوستا يسجل هدف التعادل بالدقيقة 32 أو 31 من عمر المباراة. كرة جميلة تمر على يمين الحارس محمد حميد داكوستا يسجل هدف التعادل بالدقيقة 31 من عمر المباراة. داكوستا الرقصة الأفريقية، وفعلا هدف جميل وكرة جميلة رائعة. اليوم هدفين ولا أجمل ولا أحلى من محمد مزهر للقرمة ومن اللاعب. شوف على الطاير مقصية تمر على محمد حميد على اليمين، يدرك من خلالها التعادل لنادي الحدود. حلوين الفريقين، حلوين الأهداف، لكن يعني خلونا نكون واقعين، المستوى ليس بالمستوى المقنع لحد الآن رغم وجود هدفين لصالح القرمة. الآن كرة خطيرة حلوة إلى محمود، جول، الله، جول محمود خليل يسجل بالوقت البدل ضايع في الثواني الأخيرة من الوقت البدل ضايع، الدقيقة 48. محمود خليل يعلن عن تقدم القرمة بالهدف الثاني. 2 القرمة 1 الحدود، وبالوقت بدل الضايع محمود خليل يسجل هدف الشخص الأول هذا الموسم بعد أن سجل 12 هدف الموسم الماضي. وكرة بزاوية صعبة احنا نسميها زاوية ميتة، يتحمل هذا الهدف حارس المرمى، وهدف تعادل. كان بكرة جميلة من داكوستا، لكن الحدود لم يحافظ على هذا التعادل. لكن ومن هذه الهجمة استطاع محمود خليل أن يسجل الهدف الثاني. شوف المدافع علي حسن كان متراجع، ومن زاوية ميتة صعبة يسجل محمود خليل هدف التقدم لنادي القرمة. 2 القرمة 1 الحدود، ومعها راح تنطلق نهاية أحداث شوط المباراة الأول. شوف كرة صعبة على حارس المرمى في زاوية ميتة لم تكن بتلك القوة، لكن هو هدف سريع. الكرة لمحمد عدنان، هجمة خطرة، جول، هدف ثالث، هدف أمان واطمئنان بالدقيقة 77. يسجل بكل رهاوة محمد عدنان يتوغل ويسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم، ويذهب ليكون جوار محمود المواس وابراهيم غازي والشيركو كريم بهدفين. محمد عدنان يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الشرطة، يسجل في شباك الحدود. 3 أهداف للقرمة مقابل هدف 1 لنادي الحدود. شوف هو توغل، شوف راح تكون الإعادة. شوف توغل وما حد ضغط عليه، راح براحته. شوف توغل. شوف علي حسن يبا ينظر إلى الوراء حيدر أحمد، لكن كان المفروض ضغط على اللاعب حامل الكرة، وبالتالي بشكل مستريح يسجل اللاعب محمد عدنان هدف التقدم الثالث لفريق القرمة. 3 القرمة 1 الحدود، وأكبر نتيجة ما زالت عندنا هي 6-0، وهذه النتيجة الآن بينما الكرخ الكناري هنا الهجوم الآن ممكن الميناء، بداية قوية على مرمى الكرخ، خطيرة والصناطي الصناطي في أول ظهور مع السفانة، وأندريه الصناطي بابلو جرانديز المدرب الإسباني اللي يطمح بأن يضع فريق الميناء في سلم الترتيب ويكون واحد من المنافسين على لقب الدوري العراقي خلال هذا الموسم. لاحظ الفرصة ولاحظ التمركز الخاطئ من دفاعات فريق نادي الكرخ يستغله الميناء، ولاحظ التحضير بشكل رائع. كرة جميلة لفريق الميناء، حميد الطاي اللي هيا كرة جميلة لأندريه الصناطي اللي لم يتوانى في إيداعها لمرمى فريق الكرخ ليعلن افتتاح التسجيل. الله على اللمسة، الله على السحر لفريق الميناء في هذه اللقطة، وأندريه الصناطي يضع كرة قوية في مرمى الكرخ وعلى يسار حارس المرمى حسين حسن. إذا ننتظر مباراة قوية، مباراة مثيرة، وننتظر من الكرخ. بدأ يتحرك الكرخ على مرمى الميناء، يريد أن يعدل، كريستي يسجل للكرخ هدف التعادل الدقيقة 72. كريست بتمريرة جميلة من مصعب جمال يكملها كريست في مرمى الميناء ليعدل النتيجة الآن
يعدل النتيجة الآن. الكرخ بعد هجمات كان ممكن قبل لحظات أن يسجل التعادل، لكن كريست يستغل هذه المحاولة ودون مراقبة من دفاعات فريق الميناء يعدل النتيجة في هذه اللحظات. 1-1 أصبحت النتيجة الآن، 1-1 أصبحت النتيجة الآن. كريست يسجل، اللاعب الكنغولي يسجل لفريق نادي الكرخ هدف تعادل في مرمى الميناء. لاحظ الإعادة ولاحظ هدف تعادل وتمريرة جميلة من مصعب جمال، وبنفس طريقة هدف الميناء الأول في مرمى الكرخ. كرة عالية من حسين حسن إلى إيزي، خطيرة خطيرة خطيرة. النيجيري يسجل هدف ثاني، هدف ثاني للكرخ، والكرخ يقلب الطاولة على الميناء. الكرخ يقلب الطاولة على الميناء، وهدف ثاني عن طريق اللاعب النيجيري إيزي كيلفن ليضاعف النتيجة ويسجل هدف ثاني لفريق الكرخ على حساب الميناء، على حساب الميناء. وتراجع كبير، تراجع كبير في الشوط الثاني بالنسبة للاعبي الميناء، وترك الفرصة لفريق الكرخ يعدل النتيجة وبعد ذلك يسجل هدف ثاني. لاحظ حضر بشكل جميل وسدد على يمين حارس المرمى، ويقف الحارس عبد السليم متفرجا على هدف ثاني لفريق الكرخ، لفريق الكرخ. وإيزي كيلفن اللاعب البديل والبديل الناجح للمدرب هيثم شعبان اللي أضاف هدف ثاني لفريق الكرخ في مرمى الميناء. ركنية للزوراء تلعب وخطيرة، جول للزوراء. كاظم رعد يجلب الفرح والسعد لنادي الزوراء. بالمناسبة كاظم رعد رايح جاي يسجل على أربيل في الموسم الماضي بال3-0 في بغداد سجل، ويعيد الكرة في أربيل. منتظر يلعب الكرة وكاظم رعد يسجل للزوراء، هدف أول للزوراء للزعيم في المكان السليم. كاظم رعد في مرمى أربيل، هدف أول للزوراء. نبارك للوصول لنهايات شباب آسيا. قابيل خطيرة، جول لأربيل. شيركو كريم في المكان السليم يعدل لهوليق. لاحظ بالإعادة، شوف الله سامع للشاب قابيل لشيركو لأربيل. هذا الشاب مصطفى قابيل، الله صعب على جلال. شيركو كريم يعدل لأربيل بهدف جميل. شوف قاتل قابيل على الكرة بحركة دبل كيك جديد. هنا بملعب زاخو لأبناء الخابور، يتقدم أمجد عطوان، جول أمجد عطوان، حطها الفنان وسط المرمى من أمجد عطوان، يسجل الهدف الأول من عطوان الفنان، الهدف الأول لنادي زاخو من علامة الجزاء. نعم، أمجد عطوان يسجل الهدف الأول لأبناء الخابور هنا بملعب زاخو. اهتزت المدرجات، وضعها بوسط المرمى ويسجل الهدف الأول لنادي زاخو في شباك نادي كربلاء. أول أهداف المباراة من اللاعب أمجد عطوان، هو الهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب بهذا الموسم. المحمود وتأتي العرضية مرة أيوب، جول أيوب. هذا الأسمر المحبوب براسية من أيوب نناح يسجل الهدف الثاني. أيوب المغربي يسجل الهدف الثاني لنادي زاخو. أيوب المحبوب، نعم،
صبر كثيرا أيوب، لكن هذا أيوب الأسمراني لا يطيق الانتظار، انتظر حتى مضت 28 دقيقة وعاد أيوب نعم ليكسر حاجز الصبر ويسجل هدف ثاني بالمباراة. هدف ثاني لنادي زاخو عن طريق اللاعب أيوب. شاهدون العرضية الجميلة، رمضان صديق وأيوب برأسية رائعة يوقع على الشباك بهدف ثاني. واحد من اللاعبين المميزين بمباراة اليوم بعد ما ساهم بصناعة الهدف الثاني لفريقه، وتشاهد النزعات الهجومية الرائعة. وهنا التسديدة، لكن عبد العزيز جول 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 جول. فنان يا عطوان، فنان يا عطوان، وضعها بنفس المكان. أمجد عطوان بوسط المرمى يسجل الهدف الثالث بالمباراة. زاخو يسجلون الهدف الثالث وأمجد عطوان الفنان يسجل الهدف الثالث بالمباراة. فنان 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 يا عطوان. 3 لنادي زاخو. شاهد وصلت الكرة بالراس، أبعدت وهنا التسديدة تصدى لها عبد العزيز وجاء ليكمل ما بدأ به محمود الأسود. وبهذا التصدي من عبد العزيز وصلت لأقدام عطوان الفنان يسجل الهدف الثالث بالمباراة. هدفين بمباراة اليوم، والهدف الشخصي الثالث لأمجد عطوان. هدف في شباك نوروز وهدفين في شباك نادي كربلاء. أمجد عطوان العبور بهذه الكرة من أمجد، هنا لأحمد ناظر تأتي العرضية وهنا الهدف. برازيلي برازيلي برازيلي، جوستافو إنيركي. جوستافو يسجل الرابع أهداف المباراة. جوستافو البرازيلي يضيف الهدف الرابع بالمباراة. زاخو 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 ورابع أهداف اللقاء، يأتي الهدف الرابع بالمباراة إلى اللاعب جوستافو. نعم هنريك يسجل الهدف الرابع في هذا اللقاء. شاهد المرور، عرضية من أحمد ناظم وراسية اللاعب جوستافو هنريك يضيف الهدف الرابع بالمباراة. زاخو يضرب برباعية ويستغل النقص العددي ويسجل رابع أهداف بهذه المباراة. قاسي قاسي قاسي، زاخو قاسي بهذه النتيجة أمام كربلاء الذي يعاني من النقص العددي بهذه المباراة. 2-1 هذه النتيجة لمصلحة نادي زاخو. وجوستافو يحاول الآن جول. لا 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 لا، جوستافو كبير كبير لزاخو كبير. جوستافو يسجل الهدف الخامس، يضرب بالخماسية 5-5-5. جوستافو هنريك يسجل الهدف الخامس في المباراة. رقصة السامبا وهنا الدبكة. نعم بزاخو يسجل الهدف الخامس. نتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف. يحاول فريق كربلاء في طبعا بداية هذا الشوط. هنا من جهة اليمين نادي كربلاء أجرى تغيير اضطراري، خروج عبد القادر طارق مسوي الإصابة ودخول اللاعب مشتاق طالب. وهنا الآن المرور، محمد سعد يبحث عن تصويب، يمرر. هنا تصويبة مصطفى، يا الله مصطفى راضي لعب الكرة بذكاء كبير، لكن طول قامة هذا الحارس حسن نجم أبعدها 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 باليد العكسية، باليد العكسية. عاد هاي اللقطة سوف
يشرحها الكابتن ابراهيم سالم في طبعا برنامج جميل كلين شيت. تلعب ركنيه مرت وعدت. عبد العباس اياد يحاول يلعب الكره ارضيه لكن ابعدت من جديد. مصلحه فريق كربلاء الذي يبدا بقوه. كربلاء طبعا عبد العزيز عمار في حراسه المرمى وخط الدفاع صلاح حسن، علي صالح، محمد اوتارا، محمد سعد، وخط الوسط مصطفى راضي، عبد العباس اياد حسن، حمزه يوسف، محمد حسين طالب، والمهاجم البديل مشتاق طالب داخل البديل عبد القادر طارق في الشوط الاول. هنا الكره الخطيره، كره الخطيره والابعاد، ابعاد ابعاد ابعاد، كره خطيره من علي لطيف كاد ان يسجل الهدف الثالث لكن اصطدت بعلي صالح بدفاعات كربلاء. شوط ثاني يبدا بقوه، نعم شوط ثاني يبدا بقوه. هنا الاعاده، اللقطه ما بين عبد العباس اياد ومهند حبيب. يحاول محمد سعد وتصطاد بمهند حبيب الخارج. طبعا تشكيله فريق نفط ميسان، تشكيله المدرب علي عبد الجبار، الحارس حسن نجم، مهند حبيب، الكسندريولي، سوالي اوتارا، محمد سعيد، محمد سلام، ماثيو أولاتونجي، جعفر ناصر، علي لطيف، علاء سعد، ووكيكي، ابو لابي. هذه تشكيله نفط ميسان. شوط ثاني يبدا بقوه، افضل، نعم هاي افضل من الشوط الاول. شاهدنا كره خطيره لمصطفى راضي، كره خطيره لكن تألق لحسن نجم، تألق لحسن نجم. اوكيكي يلعبها الى ماثيو، تمريرات علي لطيف، لم تصل الكره لمحمد سلام. تلعب الكره قطعت من ماثيو، عادت سريعا لمصلحه فريق نفط ميسان. مهند حبيب يحاول، نشاهد الضغط، مشتاق طالب افتك الكره، مشتاق طالب افتك الكره، يحاول المرور من الاول والثاني لكن عوده يولي ابعد الكره. مشتاق طالب ضغط على الكسندر يولي وقطع الكره وحاول المرور لكن عاد سريعا الكسندر يولي وابعد الكره من امام مشتاق طالب. الكسندر يولي يلعب الكره العاليه، كره عاليه من الكسندر يولي لكن خرجت الى رميه جانبيه لمصلحه فريق تلعب رميه جانبيه من صلاح حسن. يحاول الان فريق كربلاء في الشوط الثاني، يعني كربلاء يحاول ان يضغط على لاعبي فريق نفط ميسان من اجل تسجيل هدف التقدم. لو مشتاق طالب ضغط على الكسندر يولي ونجح بخطف الكره لكن يعني المسانده كانت بعيده جدا عن هذا اللاعب. تبديل لمصلحه نادي نفط ميسان. ديمي داوودة السنغالي بديلا للاعب علاء سعد. داوودة اولى تغييرات علي عبد الجبار. ديمي داوودة سبق وان لعب مع القاسم وفريق الكهرباء، اللاعب السنغالي. اوكيكي لا وجود للخطا. عبد العباس اياد تمريره الى اوس محمد، خطا لمصلحه اوس محمد. من اللاعبين طبعا من مدرسة نادي كربلاء. تلعب الكرة داخل منطقة، هنا الرأسية والإبعاد من الكسندر يولي. ديمي داوودة، الكرة العالية بالرأس من حسن حمزة، وصلت لجعفر ناصر قريب عليه حسن حمزة. جعفر ناصر يحاول المرور، انطلق جعفر ناصر ايضا. الان ضغط من علي صالح على جعفر لكن عادت الى محمد سعيد الى ماثيو تمريره لمن يا ماثيو الى الخارج. ركله مرمى الجوله الخامسه من دورينا، دوري نجوم العراق. شاهدنا 3 مباريات يوم امس، واليوم ايضا 3 مباريات و4 مباريات ليوم غد ان شاء الله، وجميع المباريات منقوله عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. يحاول الآن علي لطيف
قطعة الكرة لمصلحة فريق كربلاء. مصطفى راضي انطلق، لعب له مشتاق طالب 1-2 مع مصطفى راضي، لكن سواليو تارا. قطعة الكرة عادت من جديد إلى محمد سعد. محمد سعد لعبد العباس اياد، تمريرة يحاول مصطفى راضي، صانع الالعاب مصطفى راضي لمشتاق طالب، لكن ايضا قطعت سريعا. يعني الان الكرات مقطوعة في وسط الملعب، لكن شوط ثاني افضل، شوط ثاني افضل اكثر سرعة. اوكيكي يحاول فريق كربلاء يريد الوصول الى طبعا فوز ثاني في هذا طبعا الموسم لغاية الان في 5 جولات. فريق كربلاء لعب 3 مباريات في ملعبه، تعادل في مباراتين وفاز في مباراة، وخارج ملعبه لعب مباراة واحدة أمام زاخو وخسرها بخماسية أمام زاخو الذي يقدم مباريات كبيرة. فريق زاخو فريق محافظة هوك. بين نفط ميسان لعب في ملعبه مباراتين وهذه الثالث. مباراة فاز فيها على نفط البصرة بهدف اوكيكي، ومباراة تعادل سلبيا امام النفط. النفط ايضا يقدم مباريات كبيرة. يحاول جعفر ناصر، مار تمريرة جميلة علي لطيف، علي لطيف الخطير يلعب الكرة، لكن في اللحظة المناسبة محمد اوتارا ابعد لركلة ركنية من امام اوكيكي. كرة خطيرة، كرة من علي لطيف، وعلي عبد الجبار يعرف تماما أهمية هذا اللقاء. لقاء مهم جدا، الذهاب إلى الصدارة. هل ينجح أم فريق كربلاء لديه كلام آخر يقدم خدمة للشرطة للبقاء في الصدارة؟ كرة الآن علي لطيف على لعب الركلة الركنية، علي لطيف على لعب الركلة الركنية، ياخذ وقته بالكامل، يلعبها على القائم الاول. وهنا الابعاد من قبل لاعبي فريق كربلاء للخارج. رمية جانبية، حسين طالب المتراجع للخلف من اجل الواجبات الدفاعية. مهند حبيب هل يلعبها على طريقة الركلة الركنية؟ مهند نعم يلعب على طريقة الركلة الركنية. هنا الرأسية خطيرة ما زالت داخل منطقة دربكة، والابعاد من اوتارا، ومن ثم اللاعب حسن حمزة الى الخارج. رمية جانبية اخرى، نعم هذا هو حسن حمزة الذي ابعد الى رمية جانبية مرة اخرى. نفط ميسان يضغط الان باتجاه اوكيكي يحضر الكرة لديمي داوودة، لكن اصطدت بوجه حسين طالب وطالت على مصطفى راضي والى الخارج. رمية جانبية اخرى، 3 رميات جانبية خلال اقل من دقيقة وبنفس المكان تقريبا. بالسلامة لحسين طالب. شاهد ديمي داوودة لعب الكرة واصطدمت بوجه حسين طالب. بالسلامة لحسين طالب والسلامة لجميع الموجودين في ملعب الكوتا الأولمبي. رمية جانبية الآن، 10 دقائق سريعة جدا من الشوط الثاني. الكسندر يولي إلى سوالي أوتارا لمحمد سعيد، تمريرات وصلت لجعفر ناصر قريب علي أوس. جعفر ناصر يبحث عن الكرة العالية لكن اصطدت. من جديد البحث عن الهجوم المرتد، لم تصل مشتاق طالب. صلاح حسن قطع الكرة وصلت لأوس محمد يحاول المرور، مر من الأول والثاني ويتحصل على خطأ. مهاري هذا الأوس، يعني دائما ما يستلم الكرة يعرف تماما كيف يتصرف بها. عشر دقائق من الشوط الثاني، 55 دقيقة من المباراة والتعادل السلبي لغاية الآن. كرة العالية الكسندر يولي والابعاد من مهند حبيب، دفاع قوي جدا فريق نفط ميسان. العباس اياد الى اوس، مصطفى راضي من جديد عبد العباس اياد، تمريره جميله وصلت لمشتاق طالب. مشتاق طالب يحاول لكن قطعت الكرة من الكسندريوني الى ركله ركنيه. كربلاء اكثر وصولا للمرمى في الشوط الثاني اكثر من الشوط الاول، يعني نشاهده خلال 10 دقائق يصل للمره الثانيه. شاهد هنا الضغط من الكسندريوني على مشتاق طالب، ومن ثم الابعاد الى ركله ركنيه. حسن نجم
ينبه اللاعبين، يوجههم ركني الآن لمصلحة فريق كربلاء. من على التنفيذ؟ هل مصطفى راضي؟ لا، حسن حمزة. حسن حمزة على التنفيذ. وزيد ثامر يطلب من حسن حمزة تلعب الكرة العالية، وهنا سهلة لدى حسن نجم، طول القامة. حسن نجم يلعب الكرة العالية باتجاه ديمي داوودة، استلام جميل من ديمي داوودة، يلعب لجعفر ناصر، هجمة مرتدة خطيرة لمصلحة نفط ميسان. هنا جعفر ناصر يتقدم، جعفر يدخل منطقة الجزاء، ممتازة ممتازة من صلاح حسن، قطع الكرة ممتازة من اللاعب صلاح حسن، أبعد الكرة في اللحظة المناسبة من أمام جعفر ناصر. لكن يعني شاهدنا التمريرة الطويلة من الحارس حسن نجم والاستلام الجميل. شاهد هذه التمريرة الطويلة بالرغم من مضايقة عبد العباس اياد، لأن نجح بلعب الكرة بدقة لداوودة. هنا علي لطيف، علي لطيف يحاول من أمام علي صالح، لعب لجعفر ناصر، قطعت من صلاح حسن. صلاح حسن يمرر الكرة إلى حسين طالب، 1-2 لكن غير مفهومة ما بين حسين طالب وصلاح حسن، وذهبت إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي نفط ميسان. مباراة في الشوط الثاني أفضل. مهند حبيب يلعب الكرة لكن قطعت ديمي داوودة، اعذار من الأخطاء. هنا التمريرة تصل سهلة لعبد العزيز عمار قبل أن تصل لمحمد سلام. عبد العزيز عمار شاهدنا التصويبة الجميلة لمصطفى راضي، الله على هذه التصويبة، يعني تصويبة جميلة والتصدي أجمل. شاهد كيف لعب الكرة وباليد العكسية، نعم باليد العكسية للحارس حسن نجم. تلعب الكرة من ماثيو إلى داوودة أمامية، عبد العباس اياد قاطع الكرة في مرة أولى، لكن عادت إلى داوودة إلى ماثيو من جديد. أوتولانجي لاعب الكرة للخلف الكسندريون. يحاول فريق نفط ميسان أن يلعب الكرات أسرع، لكن عودة لاعبي فريق كربلاء في ملعبهم، نعم، من أجل الدفاع، من أجل عدم إعطاء مساحة. مهند حبيب إلى علي لطيف تمريرة، وهنا الإبعاد من علي صالح، وصلت مشتاق طالب الآن هو من يلعب على اليسار، وحسين طالب يلعب كرأس حربة كقلب هجوم. نعم هذا مشتاق طالب الذي يلعب على جهة اليسار. تبادل بالمراكز ما بينه وبين حسين طالب. تبديلين دفعة واحدة، أكرم رحيم الخبرة، وأيضا عثمان ثاني على ما يبدو، نعم نصف ساعة فقط يستطيع يلعب. دخول أكرم رحيم بديلا لمحمد سلام. أكرم رحيم وعثمان ثاني الذي يدخل بديلا لعلي لطيف. تغيير على المستوى الهجومي، يعطي نفس هجومي على عبد الجبار بن عثمان ثاني اللاعب الخطير الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نفط ميسان مع الكار. هنا جعفر ناصر انطلق، محمد سعيد يلعب الكرة العالية داخل المنطقة، يحاول عثمان ثاني سيطر على الكرة، عثمان ثاني يحاول يلعب الكرة داخل المنطقة لكن ابعاد الكرة. يحاول حسين طالب، هنا ماثيو بعد عن تصويب إلى جعفر ناصر تمريرة إلى ماثيو، أو ديمي داوودة يقول تاتش إن جول كيبر يا سيد الحكم. نعم واضح جدا كلام ديمي داوودة. هناك الكرة لمست عبد العزيز عمار أم لم تلمسه؟ سوف نشاهد بالإعادة. الكرة الجميلة ما بين جعفر ناصر وداوودة لعب الكرة، والكرة اصطدت بالقام وذهبت إلى الخارج. كرة خطيرة لمصلحة نادي نفط ميسان، ركلة مرمى الآن لنادي كربلاء. هذا هو علي صالح الكابتن قلب دفاع فريق كربلاء، موسم آخر مع فريق كربلاء. مرت 60 دقيقة أحبتي المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن. يحاول مشتاق طالب
لكن هنا قطع للكرة وتعود سهلة أيضا لعبد العزيز عمار. نعم النقطة بالنسبة لنادي كربلاء مقبولة. هذا هو عبد العباس أياد، تجربة طويلة، لعب مع النجف، لعب مع الميناء، نفط الوسط، الحدود. الكرة العالية وصلت لألكسندر سولي. عثمان ساني اللاعب النيجيري قادم من نادي دهوك وايضا لاعب للنفط وغير جاهز 100%. بالتالي على عبد الجبار يزج به في الشوط الثاني. جعفر ناصر يمرر الكرة، داوود إلى أكرم رحيم، إلى مهند حبيب، مهند إلى سوني، لكن قطعت الكرة. لعب الكرة الأمامية، الكرة خرجت، نعم اصطدت وخرجت إلى رمية جانبية. حسن أحمد لم يجري أي تغيير لغاية الآن. متى يتدخل حسن أحمد؟ ولا الحكم أكرم رحيم يطلب من اللاعب محمد سعد لعب الرمية الجانبية سريعا. ساني بالرأس حاول فريق نفط ميسان، وصلت لعثمان ساني. قريب عليه 3 لاعبين. شاد حصار من لاعبي كربلاء على عثمان ساني، يعرفون تماما خطورة هذا اللاعب. محمد سعد يلعب الكرة العالية، برز من الكسندر يولي، وصلت لحسن حمداني مسيطر على الكرة، تغيير اللعب من جهة اليسار، ايضا قطعت من صلاح حسن، عادت سريعة لمصلحة نفط ميسان الان يسيطر، يضغط، يبحث عن خلق الهجمات، خلق الفرص لصنع هجمات خطيرة على مرمى فريق كربلاء، لكن لم نشاهد سوى تسديدة اللاعب ديمي داوود. ماثيو تلنجي إلى سواليو تارا، ديمي داوود. شاهد 5 لاعبين اسمرانيين مع نفط ميسان، الكسندر يولي، سواليو، ماثيو، أوكيكي، وعثمان ساني، وأيضا ديمي داوود. لا 6 لاعبين، نعم كل فريق يحق له 6 محترفين، والآن جميع محترفين فريق نفط ميسان داخل أرضية الملعب بعد دخول ديمي داوود وأيضا اللاعب عثمان ساني. رمية جانبية، ومشتاق طالب. شاهد هنا اللقطة والدخول القوي على عثمان ساني من مشتاق طالب. هذه اللقطة بعض الحكام حتى فيها بطاقة صفراء، تكلم عن بعض الحكام، لكن يبقى وقرار تقديري، هل تعمد الإيذاء أم لا؟ هنا الكرة يحاول أكرم رحيم، لكن قطعت الكرة عبد العباس أياد. هل هناك تبديل؟ عباس أياد، نعم تبديل كريم بن عريف، لاعب المغربي، مشوار طويل في الدوري المغربي ومن ثم انتقل إلى الدوري العراقي عن طريق بوابة النجف، ومن ثم انتقال إلى كربلاء في المرحلة الثانية من الموسم الماضي. سبق واللعب الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي ومولودية وجدة هناك في الدوري المغربي. كرة الآن يحاول، هنا الإبعاد، سيان طالب، تمريرة قصيرة وصلت لماثيو، لجعفر ناصر، قريب عليه صلاح حسن، جعفر إلى ماثيو، والإبعاد في اللحظة المناسبة من دفاعات كربلاء تحديدا من علي صالح، عادت سريع لمصلحة نفط ميسان. هنا قطع الكرة، كريم بن عريف يلعب الكرة العالية باتجاه حسين طالب، لكن قطعت من الكسندر يولي، قطع الكرة، عادت لأكرم رحيم، يمرر إلى مهند حبيب، عثمان ساني من جهة اليمين. نفط ميسان يعني بعد بداية أول 10 دقائق من الشوط الثاني كانت أفضلية لنادي كربلاء،
بعدها نادي نفط ميسان يسيطر على اللقاء، يسيطر على الكرة، يحاول أن يجد المساحة من أجل تشكيل الخطورة على مرمى عبد العزيز عمار. مهند حبيب لعثمان ساني، سيطر على الكرة. أيضا دفاعات كربلاء متماسكة، لا يريدون إعطاء أي فرصة أو مساحة من أجل استغلال، يعرفون تماما وجود ساني وديمي داوود وأوكيكي أبو لابي الثلاثي الأمام، وأيضا جعفر ناصر. يعني هؤلاء الأربعة يبحثون عن المساحات. هنا جعفر ناصر قريب عليه ديمي داوود لجعفر ناصر، 1-2 مع ديمي داوود على جعفر ناصر من جديد. تغييرات متبادلة وصلت الآن إلى ماثيو، كرة عالية رأسية أوكيكي لكن إلى الخارج رأسية أوكيكي بعد كرة مشتركة مع اللاعب محمد سعد، وذهبت إلى ركلة مرمى. عبد الجبار يعرف تماما أهمية نقاط هذا اللقاء، نقاط تذهب به إلى الصدارة. حسن أحمد أيضا لا يريد أن يتعرض إلى خسارة ثانية بعد الخسارة أمام زاخو. هنا الرأسية أوكيكي. ماذا هناك طرد أو بطاقة صفراء؟ هل هناك ورقة حمراء أم ورقة صفراء؟ نشاهد اللقطة. تلعب الكرة العالية عبد العزيز عمار، كرة العالية الكسندر يولي بالرأس للحارس حسن نجم. هنا التمريرة لمصلحة فريق نفط ميسان. الكسندر يولي يلعب الكرة العالية بالراس ساني، لكن ممتاز بعد الكرة من اوتارا. وصلت لمصطفى راضي مر بصورة جميلة، لكن هناك خطأ على مصطفى راضي بعد سحب من طبعا سحب اللاعب ماتيو. واضح جدا الخطأ. نفط ميسان يبحث نفط ميسان عن تشكيل الخطورة وتسجيل هدف، بينما كربلاء يعني يعتمد على الهجمات المرتدة. نشاهد تراجع فريق كربلاء. هل الكابتن حسن أحمد يفكر بالنقطة أم لديه سلاح المرتدات؟ هنا التمريرة جميلة إلى ديمي داوود يبحث عن كرة عالية، وهنا الإبعاد ممتاز من محمد سعد، تغطية خلف قلبي الدفاع من محمد سعد. والكرة كريم بن عرف يلعب الكرة الأمامية. نعم، هذه الكرة التي تبحث عنها، وهنا السرعة من حسين طالب، لكن تغطية موجودة من الكسندر يولي. هذه هي الكرات التي يبحث عنها فريق كربلاء. نعم، كرات طويلة أمامية بوجود لاعب سريع اسمه حسين طالب. كرة الآن عثمان ساني، قطعت الكرة كريم بن عريف، ما زالت الكرة لدى كريم بن عريف إلى مصطفى راضي قريب عليه اللاعب مشتاق طالب. تمريرة لحسين طالب، لكن أقرب لحسن نجم. هل كان هناك تسلل؟ لا وجود للتسلل. نعم، لا وجود للتسلل، لكن حسن نجم أقرب وحسم الأمور. لعب الكرة الآن داوود لجعفر ناصر، داوود قريب عليه صلاح حسن، أو جعفر ناصر يحاول التصويب لكن اصطدت. وهنا تصويب من ماثيو تولانجي النيجيري، تصويبة قوية، لكن زيزو عبد العزيز عمار متواجد في المكان المناسب. حاول من فريق نفط ميسان عادت سريعا لمصلحة فريق نفط ميسان. نعم، لاعبي نفط ميسان يستردون الكرة سريعا من لاعبي فريق كربلاء.
فريق كربلاء بعد 10-12 دقيقة في بداية الشوط الثاني قدموا أداء جيد، ضغطوا إلى الأمام لكن بعدها تراجعوا للخلف. العودة للخلف من أجل تأمين المناطق، من أجل عدم إعطاء الفرصة لفريق نفط ميسان باستغلال المساحات. خطأ على تارا لمصلحة أوكيكي، خطأ لمصلحة أوكيكي لمصلحة فريق نفط ميسان. شاهد الصراع الأفريقي ما بين محمد أوتورا الإيفواري وأوكيكي النيجيري. ونعرف الصراع ما بين ساحل العاج ونيجيريا على مستوى كرة القدم صراع كبير وكبير جدا. ديمي داوودة يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية، ماذا ضعت يا الكسندر يولي؟ أو كان أوتارا سواليو الكسندر يولي. نشاهد الآن الإعادة، كرة العالية وهنا رأسية أوتارا. نعم سواليو من لعب الكرة، سواليو أوتارا. ماذا ضعت، ماذا درت على المرتاح تماما. نعم كنت مرتاح تماما في موقف. وهنا صاحب عباس، لا هذه الرأسية طيها صاحب عباس، هذه الرأسية طيها صاحب عباس، مهاجم فذ كان مع كربلاء ومع الزوراء وأيضا مع منتخبنا الوطني. يعني المخرج يقول لسواليو أوتارا هذا المهاجم صاحب عباس لو كان بمكانك لوضعها بسهولة في شباك فريق كربلاء، لكن أكيد صاحب عباس لا يريد أن سواليو أوتارا أن يسجل. وهنا خطأ لمصلحة عثمان ساني، خطأ لمصلحة عثمان ساني. هل هناك بطاقة صفراء؟ على ما يبدو هناك بطاقة صفراء. كرة الآن من الرأسية وتصل سهلة لعبد العزيز عمار، سهلة لعبد العزيز عمار حارس مرمى فريق كربلاء. نشاهد هدف هنا وهناك. طبعا الهدف إذا ما سجل في الدقائق المتبقية من أحداث هذا اللقاء صعب جدا تعويضه إن كان هناك هدف. في ظل هذا الأداء صعب جدا أن نشاهد الأهداف. داوودة إلى جعفر ناصر، انطلق محمد من جهة اليسار لكن يلعب الأكرم رحيم إلى داوودة من جديد. داوودة شاهد عودة لاعبي كربلاء، تضييق المساحات والمسافات على لاعبي فريق نفط ميسان. تلعب الكرة على الأكرم رحيم إلى داوودة، داوودة استلم الكرة، داوودة لعب الكرة الأرضية لكن سهل عبد العزيز عمار، لعب كرة أرضية على القائم الأول لكن عبد العزيز عمار كان متواجد في الزاوية الصحيحة. عثمان ساني وهنا عبد العباس اياد الذي تحصل على البطاقة الصفراء. نعم عبد العباس اياد البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء. مباراة نظيفة تماما. يحاول مشتاق طالب فريق كربلاء، الكابتن حسن أحمد ربع ساعة أخيرة فقط أجرى تغييرين. مشتاق طالب دخل في الشوط الأول تبديل اضطراري بديل عبد القادر طارق ترك المباراة مصاب، بينما علي عبد الجبار لغاية الآن 3 تغييرات. ديمي داوودة، عثمان ساني، وأكرم رحيم. هل نشاهد تبديلات قادمة في الربع ساعة الأخيرة؟ أكيد سوف تكون التبديلات موجودة. ربع ساعة أخيرة حبت المشاهدين والتعادل السلبي ما بين نفط ميسان وكربلاء هنا في ملعب الكوت الأولمبي في محافظة واسطة الجميلة، الملعب الذي تم اختياره من قبل فريق نفط ميسان بعد طبعا دخول ملعب نفط ميسان في مرحلة زرع البذورة الشتوية، هو ملعب الميناء وملعب النجف وملعب الرمادي وملعب الزوراء، لغاية طبعا بعد 10 من الشهر القادم سوف يعود إلى الخدمة. بينما بعد عودة هذه الملاعب سوف تدخل ملاعب المدينة والكرخ والكوت والفيحاء أيضا لمدة شهر في زرع البذور الشتوية. أكيد لدينا العديد من الملاعب الجميلة. ملعب نوروز يدخل إلى الخدمة من جديد، يدخل إلى الخدمة
طبعا كملعب جديد. رابطة نادي كربلاء المركزية متواجدة. كان هناك ترحال من محافظة كربلاء، أكثر من باص أتى من كربلاء لمحافظة واسط من أجل مساندة العميد الكربلائي. هنا الكرة الخطيرة من أوكيكي، لكن ممتازة محمد أوتارا. وكيكي نعم خطأ على أوكيكي. الحكم زي الثامر حكمنا الدولي الذي طبعا أدار لقاء كايا الفلبيني وإيسترن من هونغ كونغ في دوري أبطال آسيا 2. شاهد هنا أوكيكي والتدخل، شاهد هنا حاول أن يصوب لكن تصدي محمد أوتارا، ومن ثم تدخل مع صلاح حسن وخطأ لمصلحة فريق كربلاء. خطأ لمصلحة فريق كربلاء. طبعا صفرة الحكم زي الثامر حكمنا الدولي الذي يطلب من الكادر الطبي دخول المعالجة. نادي كربلاء فوز وحيد فقط حققه على نادي نفط ميسان، لم يحقق سوى هذا الانتصار. كان موسم 2017-2018 بهدف نظيف سجله اللاعب علي صالح المتواجد لاعب المدافع. التعادل كان حاضرا ل7 مباريات ما بين الفريقين، 4 منها سلبية. هل يكون هذا التعادل السلبي الخامس؟ ما زال هناك وقت ممكن جدا نشاهد أهداف سواء فرسان المملكة من العميد الكربلائي. نادي كربلاء سبق وأن تعادل مع نوروز سلبيا في الجولة الأولى من دورينا، وأيضا فريق نفط ميسان تعادل سلبيا في الجولة الثالثة أمام النفط في ملعبه. يكون التعادل السلبي لكل فريق. ما زال الأمر مبكر. الكسندر يولي في المنتصف، ماثيو خلص بصورة جميلة من كريم بن عريف. ماثيو تلنجي وكريم بن عريف وبطاقة صفراء على كريم بن عريف المغربي. وهنا الآن تبديلين لمصلحة فريق نفط ميسان. مصطفى هادي وعلي كوتي. صاحب هدف الفوز في مرمى القاسم الذي أيضا دخل كبديل. خروج جعفر ناصر ودخول علي كوتي هداف دوري الدرجة الثانية مع نادي تشرين اللي أتى لنادي نفط ميسان. هو علي كوتي اللاعب الطويل اللي سجل الهدف الثاني في مرمى القاسم في الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدان رضا. أيضا يسجل هدف قاتل ثاني، لكن هذه المرة في مرمى كربلاء. هنا تلعب الكرة الرأسية والإبعاد من دفاعات فريق هذا مصطفى هادي. هذا اللاعب الذي دخل بديلا. آخر 10 دقائق أحبة المشاهدين والتعادل السلبي لغاية الآن، والجماهير ما زالت تشحذ الهمم من أجل هدف هنا أو هناك للأبيض أو طبعا الفريق الأخضر الغامق فريق نفط ميسان. يحاول الآن ماثيو إلى أوتارا، سواليو، داوودا، أكرم رحيم، وصلت الآن لمصلحة عثمان ساني. عودة لاعبي فريق كربلاء. نسمع بعض يعني الكلام هنا. التمريرة عثمان ساني يلحق بالكرة صعبة جدا. تمريرة جيدة لكن كانت طويلة بعض الشيء على عثمان ساني، وذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق كربلاء. عبد العزيز عمار
الكرة العالية من عبد العزيز عمار، براس مصطفى هادي اللي دخل بديلا لمحمد سعيد، مصطفى هادي إلى داوود، إلى علي كوتي، علي كوتي مع علي صالح، والإبعاد إلى الخارج، إبعاد إلى الخارج، رمية جانبية من اللاعب علي صالح الواضح على الصورة. رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. صلاح حسن يلعب رمية جانبية إلى سندريولي، إلى ماثيو الأكرم رحيم، تمريرات قصيرة لمصلحة فريق نفط ميسان. الآن تمرير أمامي اتجاهه كيكي، والكرة الخطيرة ممتازة من محمد أوتارا من أمام علي كوتي، أبعدها في اللحظة المناسبة. هذا لأوتارا، هذا اللاعب الإيفواري الذي سبق وأن لعب في الدور المغربي مع النادي الوداد الرياضي، وأيضا لعب مع الهلال السوداني والسامبا التنزاني. هنا الكرة يحاول المرور اللاعب مشتاق طالب، لكن الكسندريولي إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. نادي نفط ميسان خلاص أجرى 5 تبديلات، بينما نادي كربلاء لغاية الآن أجرى فقط تبديلين. هذه الكرة في اللحظة المناسبة محمد أوتارا يحاول، خطأ الآن لمصلحة نادي نفط ميسان، مصلحة أكرم رحيم صاحب الخبرة والتجربة، فترة ثانية مع نفط ميسان، سبق وأن لعب فترة قصيرة مع نادي الشرطة. الكسندريولي يحاول فريق نفط ميسان لغاية الآن هذا التعادل لمصلحة فريق الشرطة، يبقى في الصدارة. هذا التعادل لمصلحة القيثارة. أكيد جماهير الشرطة الآن تريد النتيجة تبقى كما هي على الأقل. يحاول نفط ميسان، ما زالت المحاولات جارية من جديد. أوتارا الأكرم رحيم، كرة العالية مهند حبيب بن الراسي كوتي، يا الله، كاد كوتي أن يسجل هدف بعد رأسية من مهند حبيب، لكن مرت على كوتي، شاد الكرة العالية، لا وجود التسلل، مهند حبيب هنا الرأسية، لكن مرت على علي كوتي وذهبت إلى الخارج ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. هنا تصويبة من مصطفى، يحاول مصطفى راضي، لكن تصويبته ذهبت إلى الخارج. 5 دقائق أخيرة أحبة المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي ما بين كربلاء ونفط ميسان. نقطع الكرة من أوس، طالت على أوس، عادت لمصلحة ديمي داوود، هل ينجح ديمي داوود بالمرور، يلعب الكرة العالية تجاه عثمان ساني، لكن لم يستطع الكرة عثمان ساني، وخطأ على عثمان ساني، خطأ على اللاعب النيجيري. تبديلين لمصلحة كربلاء، حسن أحمد يبدل ويغير تغييرين، مصطفى محمد وعبد الله حسون بديلا لمن؟ صاحب عباس يوجه أيضا مدير الفريق، عبد الله حسون بديل مصطفى راضي، واللاعب مصطفى محمد بديلا لحسين طالب. شاهدنا الإعادة والخطأ، هذه التبديلات ذات طابع دفاعي
حسن أحمد خلاص يفكر بالدفاع، يفكر بالنقطة، يفكر بالنقطة فريق كربلاء. هذه النقطة سوف تزيد رصيد كربلاء ل6 نقاط، يتساوى مع الكهرباء. يعني حاليا ما زال نتكلم عن الترتيب الحالي، والكهرباء لديه مباراة يوم غد إن شاء الله أمام ديالى، بينما نفط ميسان سوف يصل النقطة 11 ويتساوى مع الشرطة والنفط، ويبقى في المركز الثالث. إذا بقى التعادل، نعم نفط لديه 11 نقطة والشرطة أيضا 11 نقطة في الصدارة. إذا بقت النتيجة على حالها نفط ميسان يبقى بالمركز الثالث، لكن أيضا يعني هناك زاخو والقوة الجوية إذا ما فازوا أيضا سوف يصلون النقطة 11. يعني المحتمل جدا بنهاية هذه الجولة الخامسة أن نشاهد صدارة تتكون من 5 فرق: الشرطة، النفط، نفط ميسان، زاخو والقوة الجوية. يعني من المحتمل، يعني كل هذه احتمالات ما زلنا لغاية الآن، لكن نفط ميسان إذا فاز في هذا اللقاء، إذا ما نجح وحقق ال3 نقاط، سوف يغرد وحيدا في صدارة الدوري العراقي بعد نهاية الجولة الخامسة أيا كانت النتائج المتبقية. حاول الآن محمد سعد تترك الكرة للخارج، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. محمد سعد تلعب رمية جانبية كريم بن عريف، كريم والكرة طالت على محمد، وضع الصورة للخارج، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نفط ميسان. أكيد سوف يلعبون الكرة على طريقة الركلة الركنية بوجود أوكيكي، يلعبها مهند حبيب، هنا أوكيكي، هي الكرة لعثمان ساني، لكن ممتاز الإبعاد من كريم بن عريف في اللحظة المناسبة. مشتاق طالب إلى كريم بن عريف، مر من الأول والثاني، ممتازة من كريم بن عريف، يلعب الكرة الأمامية وتصطاد بالإكسندريولي وتذهب إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. زال التعادل السلبي، هل يكون التعادل السلبي الأول ما بين طبعا هل يكون التعادل السلبي الأول في هذه الجولة، وسوف يكون التعادل السلبي الثاني لكل فريق في هذا الموسم بعد 5 جولات. فريق كربلاء المباراة الثالثة لا يستطيع التسجيل بعد مباراة نوروز وزاخو، والآن مع نفط ميسان، بينما نفط ميسان المباراة الثانية بعد مباراة النفط التي انتهت بالتعادل السلبي لغاية الآن لم يسجل. هنا داوود يلعب الكرة، دخلنا الدقيقة الأخيرة حبة المشاهدين، عاد ممتاز، عاد ممتاز، عاد ممتاز من محمد سعد. دخلنا الدقيقة الأخيرة حبة المشاهدين، كم سوف يضيف كوقت بدل عن الضائع. كرة الآن مهند حبيب، رأسية داخل منصب من علي كوتي، والإبعاد من علي صالح من جديد، الكرات الرأسية المتبادلة والإبعاد في الأخير والبعد على الهجوم المرتد. الكرة خرجت مشتاق طالب يقول الكرة لم تخرج، لكن حكم المساعد يقول الكرة خرجت. اللعب سريع من لاعبي فريق نفط ميسان في المنتصف لأكرم رحيم، أكرم رحيم، هل هناك هدف قاتل هنا وهناك؟ هل هناك هدف قاتل لفرسان المملكة أو للعميد الكربلائي؟ كرة وصلت لمصطفى هادي، طالت على مصطفى وإلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. خلاص 90 دقيقة انتهت بالتمام والكمال. كم سوف يضيف حكم اللقاء زيد ثامر حكمنا الدولي الذي تنتظره مهمة آسيوية في دوري أبطال آسيا. كرة طويلة من عبد العزيز عمار، ماثيو إلى ديمي داوود مع الكرة، ديمي يحتفظ بالكرة كثيرا، يلعب الكرة الأمامية باتجاه عثمان ساني، لكن أوتارا ممتاز، محمد أوتارا ممتاز. 4 دقائق وقت محتسب بدأ عن الضائع. هل هناك هدف قاتل؟ كرة الآن أوتارا والرأسية والإبعاد، الإبعاد إلى رمية جانبية. أوتارا تحاشى الركلة الركنية في هذه اللقطة، قدم شوط جميل أوتارا،
دخل في الكثير من الكرات مهند حبيب على لعب الرمية الجانبية. علي كوتي بالطول هداف الدرجة الثانية وانتقل نفط ميسان. تلعب الآن علي كوتي رأسية وإلى الخارج ركلة مرمى من علي كوتي لاعب البديل الذي سجل هدف قاتل في مرمى القاسم. ركلة مرمى ركلة مرمى الآن عبد العزيز عمار. عينك على عزوز، عينك على عزوز. يلعب الكرة الطويلة عبد العزيز عمار. سواليو إلى مصطفى هادي إلى ديمي داوودة. خطأ على ديمي داوودة. نعم واضح جدا الخطأ لمصلحة صلاح حسن. شاهد هنا الإعادة والدفع واضح من ديمي داوودة على صلاح حسن على المدافع اليميني. خطأ لمصلحة نادي كربلاء. دخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. كرة العالية هنا بالرأس من مهند حبيب عالية. مصطفى محمد ضغط من مشتاق طالب. تمريرة كرة الآن لكن ابعاد ممتاز الكسندر يولي. ابعاد اوس يحاول وصلت لمشتاق طالب لكن ماثيو ولعب الكرة الأمامية ونبرس من أوكيكي باتجاه علي كوتي. ابعاد من عبد العباس اياد الى مصطفى محمد. مصطفى محمد الى الخارج رمية جانبية. رمية جانبية. ما زال فريق كربلاء يدافع عن هذه النقطة. يدافع عن هذه النقطة فريق كربلاء. مصطفى هادي كربلاء يصل الى المركز 11. مناصفة مع فريق طبعا الكهرباء اذا ما تعاد. تكلم عن الترتيب مؤقتا بانتظار باقي المباريات. هنا الابعاد ليس بالصورة الصحيحة. نفط ميسان يحاول. عثمان ساني قطعت الكرة. محمد سعد قدم مباراة كبيرة مدافع اليسار. محمد سعد تمريرة قصيرة. التعب واضح جدا على محمد سعد. كرة الآن إلى ماثيو تلنجي. ممتاز عباس اياد. ممتاز عبد العباس اياد إلى ديمي داوودة يحاول التصويب. ديمي داوودة سدد السنغالي لكن الكرة مرت وعدت بجوار القائم الايسر لمرمى كربلاء لمرمى عبد العزيز عمار. شاهد التصويبة التي مرت بجوار القائم الايسر لعبد العزيز عمار. شاهد الكرة وهنا 4 دقائق انتهت دقائق الوقت المعتزل عن الضائع والمباراة تنتهي بالتعادل السلبي ما بين نفط ميسان وكربلاء وبالتالي نفط ميسان يبقى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشرطة المتصدر والنفط الثاني بينما كربلاء يقفز مع الكهرباء برصيد 6 نقاط. وفي الختام تقبلوا تحيات معلق اللقاء علي عنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.